السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الحال والاحوال. كيف ما كتشوفوا عندي واحد الفيديو خفيف ظريف فيه واحد الحلوى الاقتصاديه بدون بيض وبثلاث مكونات فقط عفوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غادي ندوزو المقادير وان شاء الله نعطيكم الطريقه وانا نصور الفيديو. كيف عندنا اول حاجه هو زلافه ديال سنيده، نفس الزلافه اللي غادي نعبر بها غنعبر بها تقريبا نفس المكونات. عندي زلافه ديال سنيده، كذلك عندي زلافه ديال الزيت، وعندي 2 معالق كبار ديال الشوكولات فيرميسيل اسود، كذلك عندي ساشي بنكهه الفاني، وجوج ديال الخمارات من وزن 7.5 غرام، وكذلك عندي قبيصه ديال الملحه. بالنسبه لهاد الحلوى فهي اقتصاديه وسهله، كتوجد الصراحه بالزربه. تقدري توجديها كاقتراح لدواز اتاي، هكا تقدري تحطيها في الكوتي. بالنسبه لسنيده، الناس اللي ما كتعجبهمش الحلاوه يقدروا ينقصوا، كذلك تقدري تكتفي بنص زلافه ديال سنيده، كتبقى على حساب ذوق كل سيده. كذلك قبيصه ديال الملحه، وكذلك زلافه ديال الزيت ما يعادل 2 كيسان كبار ديال العنبه، وكذلك نكهة الفاني، كذلك قبيصة ديال الملحة، وكذلك ساشية بنكهة الفانيلا أو معلقة صغيرة بنكهة الفانيلا. غنخلطو مزيان سنيدة مع الزيت، ولكن غنحاولوا ما ندوبوش داك السنيده كامله، يعني داك نبقاو نحسوا بالحروشيه ديال سنيده. كتعطي صراحه واحد الجماليه الغريبه. ملي كطيب وكتحسي ديك الغريبه كتبقى حرشه، يعني كتعجبني تبقى بهاد الطريقه. نخلطوا مزيان. بالنسبه للمبتدئات هاد الحلوى راها زوينه، جربوها وما غاديش تندموا، وكذلك غادي تنجح معاك بكل سهوله، يعني ما فيهاش الخطوره انها ما غاديش تفرق عليك ولا انها ما غاديش تستقلك. جربوها وردوا عليا الخبر. نتمنى تخليوا لي اللي جربتها تخلي لي في التعاليق. كيف ما كتشوفوا غادي نخلط مزيان، من بعد غادي نبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. حطيت حدايا الدقيق مغربل، كيف ما قلت لكم انا هزت معايا 550 غرام. يمكن تهز معكم اكثر، يمكن تهز معكم اقل، على حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. غير هي ما خصهاش تكون قاصحه، تقريبا كتكون دايره بحال البهله، بحال المقادير ديال البهله. وكذلك كاضافه، بدل ما توضعوا الفيرميسيل شوكولات اسود، تقدروا تضيفوا مثلا المكسرات. حتى هي انا هنا بغيت نبسطها لكم باش تجربوها، ومن بعد ملي تجربوها وتصدق معاكم وتنجح معاكم تقدروا تبقاو ديروا الاضافات ديالكم. كيف ما كتشوفوا غنضيف الدقيق شويه بشويه. 550 غرام ما يعادل 2 ديال الزلايف كبار مع نص زلافه. نفس الزلافه اللي عبرتي بها في الاول تقدري تعبري فيها حتى الدقيق. كيف ما قلت لكم غربلوا الدقيق، حطوا هذه الكميه حطوها حداكم وغربلوها، وبقاو تضيفوا بشويه بشويه. نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه، وكذلك غادي تشوفوا معايا العجين كيفاش غادي تكون. ندخلوا دقيق شويه بشويه، ما تخافوش منها على انها غادي تخرج لكم الزيت، ولا ان ما خصهاش تدلك، حيت فيها فقط السنيده والزيت، يعني ما كاينش الزبده. غير جربوها ما غاديش تندموا، واللي جربتها كيف ما قلت لكم تخليه ليا في التعاليق كيفاش جاتها. نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها وتعاودوا ان شاء الله. واللي جربتها ما تنساش تدعمني ودير لي جيم الفيديو. كيف ما كتشوفوا هنا معبور عندي 2 معالق كبار ديال الفيرميسيل الاسود. هنا علاش خليت الفيرميسيل حتى الاخير؟ باش ما يذوبش معايا، يعني درت الدقيق كيف ما كتشوفوا باقا العجينه خاصها الدقيق، ولكن درت الفيرميسيل باش ندخلو. ملي ديروا الفيرميسيل ما تبقاوش تحكوها بزاف باش ما تذوبش معكم، باش كتعطي واحد المنظر اللي زوين ديال هذوك النقط السوداء ديال الفيرميسيل الاسود. وكيف ما كتشوفوا غادي نبدا نضيف الدقيق
باش تجمع معايا. من بعد ما دخلت الكميه الكافيه ديال الدقيق كنبدا نجربها في يدي واش كتجمع ليا بهذا الشكل. صافي هنا الحلوه ديالي خدات الدقيق الكافي. غادي ندوز المرحله ديال التشكيل. غنبدا نشكل الكويرات ونوضعهم في واحد اللاطه اللي مفروشه بورق الطبخ. بالنسبه للحجم ديال الكويرات يعني كيف ما كتشوفوا كديروها في وسط الكف كتجي مقدوده ما بين 19 حتى 20 غرام على حساب الذوق ديال كل سيده. هي ما تبغيش تكون صغيره بزاف باش يلا كي كتفرقع كتاخذ هذاك الشكل ديالها. كيف ما كتشوفوا جبت لاطه مفروشه بورق الطبخ. كذلك غادي نبقى نكور العجين ديالي حتى نكملها. وبالنسبه للفرن فهي نفس الطياب ديال البهله ديال اي غريبه بطبيعه الحال. هنا بالنسبه كنوريكم العدد خرجت لي لاطه وكذلك خرجت لي لاطه صغيره. بالنسبه للفرن يكون سخون مزيان نحلوه يبرد وندخلوا اللاطه تكون العافيه فوق منها ومن بعد نطلعوها الفوق تكون العافيه تحت منها باش تطيب. ما كتحتاجش وقت كبير ديال الطياب. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وكذلك ما تنسونيش بالدعم الى عجبكم الفيديو والبارطاج مع الناس ديالكم والحباب ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.